السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. تعالى نعمل مع بعض صينية المسقعة التحفة ديت. بجد كان طعمها حلو جدا، مكوناتها سهلة جدا جدا، وفي نفس الوقت تغيير بقى وحاجة طعمها حلو وقوامها حلو جدا جدا، وبالصلصة كده كانت خفيفة قوي، وكان طعمها بجد رائع. يعني مش هتكلفك كتير وفي نفس الوقت موفرة واقتصادية جدا. تعالوا كده ناخد قطع كده من صينية المسقعة كده. طبعا طالعة من الفرن كده سخنة، ما اقولكوش بقى على الطعم، بصوا عاملة ازاي، بجد رهيبة. والصوص اللي نازل منها حلو قوي. صلصتها ما كانتش تقيلة يعني للدرجة، هي كانت بس على الوش بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت كده. لكن متشربة كلها كده منها من جواها. الطعم حلو قوي، بصوا تحس ان هي دايبة كده. تمام. هنعملها النهاردة بمكون برضو بسيط جدا جدا وسهل جدا جدا. تعالوا نسموا الله، ولايك وشير وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا نبدأ مع بعض. وما تنسوش اللايك. البتنجان كده جايبة 2 كيلو من البتنجان، وطبعا حسب عدد أفراد أسرتك بتعملي يعني الكمية اللي انتي عاوزاها، كتير قليل زي ما انتي عاوزة. النهاردة هنعمل الصينية دي بربع كيلو من اللحمة. هتطلع معانا احلى صينية واحلى طعم وقوام كمان خطير، زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو كده. هنقشر كده البتنجان بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وفي ناس بتحب ان هي تشيل القشرة كلها خالص، عادي براحتك. عايزة تسيبي القشرة برضو كلها، زي ما انتي حابة يعني. انا بس بشيل منها كده إيه كشكل، بتدي شكل بس حلو وخلاص، مش اكتر من كده. تمام. معايا هنا البولة دي حاطة فيها مية اهيت. تمام بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هنجيب الخل اهوت، وهحط شوية خل كده حوالي ربع فنجان. تمام كده. وهنقطع البتنجان التقطيعة اللي انت بقى حباها، رقيقة تخينة متوسطة زي كده. ماشي يعني، التقطيعة اللي تمشي معاكي وتكوني حباها قطعيها. تمام. فانا قطعتها بالتقطيع بالشكل دوت كده. فحسب ما انت حابة هنخلص كمية البتنجان كلها تقشير وتقطيع ونشوف مع بعض. كده خلصتهم وحطيتهم في طبق كبير شوية عشان ياخدهم، وعشان يبقوا كلهم شاربين من الخل ومن المية. هنحط كده مع بعض طاسة على النار وتكون فاضية، هنحط فيها شوية من الزيت. تمام. وهولع عليها. ايوه بسم الله، بدأ يقدح معانا. هننزل بقى نملى طاسة البتنجان كده، واول ما ياخد لون معانا بالشكل دوت نقلب كده واحدة واحدة. ويفضل تبقى يعني شوكة طويلة شوية، بحيث ان انتي ما تتلسعيش او اي حاجة. بس ما تقلقيش منها، شوية الزيت دولت هيقلولنا ال2 كيلو بتنجان كلهم. موفر جدا جدا طريقة الخلي كده في المية بتاعة البتنجان. كده هنخلص كمية البتنجان كلها ونشوف مع بعض. بصوا انا كده نقلت الطاسة على عين تانية، بقلي لسه البتنجان. حطيت هنا معلقة من الزيت، معلقة، وحطيت ربع كيلو لحمة مفرومة. تمام. وهنبدأ ان احنا نعصج اللحمة المفرومة بتاعتنا. يعني حسب ما انت عاوزة، ممكن تفرمي البصل وتحطيه معاها، وممكن تاخديها صدمة كده الأول، وبعد كده بتحطي البصل معاها. بس انا بصراحة بفضل يعني ان انا بفرم البصل وبحطه معاها، الاتنين يتعصجوا مع بعض ويبقوا يعني اللحمة بتبقى مفلفلة عن كده، ما بتبقاش مكتلة. دي مكتلة شوية، وده البصل انا كنت مقطعه، ما كنتش فرماه كمان. الفرم بيخلي اللحمة احلى كمان من التقطيع، وحسب الرغبة وحسب ما انتي بتحبي. طبعا ربع كيلو لحمة حطيت عليه بصلاية كبيرة كده وملح وفلفل زي ما انتوا شايفين. وهنحط كمان ورق لورا ونديلهم كده تقليبة حلوة، ونعصجهم كل دوت بمعلقة واحدة من الزيت. انا مش عايزة زيت كتير لان البتنجان انا قلياه، وبجد مش شارب زيت، يعني الخل بينطر الزيت من البتنجان. بس انا حطيت كده البصلة كده، حطيت لها كده معلقة من الزيت بس، والطاسة دي مش بيلزق فيها. هفضيهم بقى في حاجة تانية بعد ما عملت اللحمة عصقتها، وحطيت هنا حوالي معلقتين او اقل شوية من الزيت. وحطيت كده معلقة من التوم. هندي كده تحميرة للتوم بتاعنا كده في معلقتين الزيت دولت.
طبعا عقبال ما التوم بتاعنا يتحمر كده ويدينا اللون الذهبي الحلو، يكون معانا يعني نص كيلو من الطماطم، مش اكتر. يعني اللي كان موجود عندي انا عملته، كانت طالعه بجد تحفه. فحابه تزودي طماطم ازودي، مش حابه عايزه مثلا تزودي صلصه براحتك. تمام. فهنضرب الطماطم كده في الخلاط، النص كيلو اللي موجود معانا هو طالع معانا نص شفشق، يعني مش كتير، بس ايه هيظبط معانا الاكله ان شاء الله. كده اتحمرت التومة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده، خدت اللون الذهبي الحلو كده. خلاص هنزل بقى بالطماطم بتاعتنا عليها، بسم الله. اهو. تمام كده. هنديها كده ايه تقليبة كده، وهسيبها بقى على النار تتسبك كده. كل دوت انا عملت العصاج وعملت كده الصلصة، وكله في صينية واحدة. دي الصينية اللي انا هعمل فيها المسقعة برضو. مش بهدر يعني في العمايل وفي المواعين كتير. معانا هنا ملح وفلفل وكمون وكزبرة وبابريكا ومكعب من المرقة. تمام. الصلصة بتاعتنا بدأت ان هي تتسبك كده، هنحط بقى واحدة من الورق اللوري، ونقلب تقليبة حلوة كده، ونطفي عليها. يعني بعد ما نخلص كده، بعد ما نقلبها تقليبة حلوة كده، هطفي عليها. مش هقعدها على النار كتير عشان ما تنشفش معايا وازود مية وكده، لا. هي كده حلوة جدا كده، قوامها حلو وفي نفس الوقت تقيلة وحلوة معايا. هفضيها ونرجع نشوف هنعمل ايه في الصينية. كده فضيتها. هنبدأ اهوت بسم الله كده نرص اول طبقة من البتنجان من تحت. بصوا لون البتنجان معانا تحفة ازاي، والقطعة حلوة ومتماسكة. حطيت كده نص البتنجان، وهحط اللحمة المفرومة بتاعتنا، فردتها وشلت الورق اللورة منها. وهنرص بقية طبقات البتنجان برضو فوق اللحمة المفرومة كده. وممكن تعمليها سادة خالص بدون تكلفة لحمة مفرومة. يعني لو يعني مفيش إمكانيات انتي تجيبي حتى ربع كده. ايه، خلصنا الطبقة بتاعة البتنجان اللي فوق، وهننزل بالصلصة بتاعتنا الجميلة اللي لونها تحفة دوت، متسبكة كده وحلوة قوي قوي. تمام كده معانا. هنفردها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه، ونكمل ونزين الصينية هو بالشكل اللي انتوا شايفينه. جبت كان عندي فلفل الوان قطعته كده طرنشات، والفلفل اللي هو دوت عملته حلقات. هندخلها الفرن ونشوفها مع بعض. كده بعد ما طلعت من الفرن، ريحة وطعم ولون وقوام، بجد كل حاجة فيها كانت مظبوطة جدا جدا. ولادي يعني انبهروا بيها، عجبتهم جدا جدا، كان طعمها بجد خرافة. جربوها وان شاء الله تطلع معاكم تحفة جدا جدا. يا رب الفيديو يعجبكم. استنوا فيديو جديد. مع السلامة.